كرتون جامبل واحد من الكرتونات الغريبة واللي بيتابعها ملايين من الناس. الكرتون مليان غموض وجوانب مظلمة كتير جدا، واحنا النهاردة في الفيديو ده هنعرف الجوانب المظلمة في كرتون جامبل. بس قبل ما نبدأ ياريت تشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. حد يعرف مين هما أبو وأم داروين الحقيقيين؟ كلنا عارفين إن داروين مش ابن ريتشارد، وريتشارد اتبنى داروين من الشاحنة الحمراء، الشاحنة اللي كل مرة بتظهر فيها في كرتون جامبل لازم كارثة تحصل في الحلقة بتاعتها. طول المواسم بتاعت الكرتون مفيش ولا حلقة اتكلمت على أبو وأم داروين الحقيقيين، ورغم إن هما اتكلموا على كل شخصيات الكرتون ما عدا داروين. فاكرين حلقة الإعادة واللي كان فيها روب بيقدر إن هو يتحكم بالزمن من خلال الريموت كنترول اللي كان معاه، وكان بيقدر بطريقة معينة إن هو يصغر شخص أو يثبت شخص في مكان معين. ففي الحلقة دي روب قدر يرجع ريتشارد ونيكول أطفال، وبالتالي أنايس فضلت تختفي جزئيا لغاية ما اختفت خالص بسبب إن أبوها وأمها رجعوا أطفال، فهي المفروض ما تكونش موجودة. فالمهم ليه كمان داروين هو التاني اتأثر بيهم ورجع طفل طالما إن هو مش ابنهم أصلا؟ فمعنى كده يا جماعة إن في شخصية من الشخصيتين دول وهما ريتشارد ونيكول، في واحد منهم مسؤول على إن داروين يكون موجود في عالم أليمور، لأنه زي ما قلتلكوا بمجرد ما روب صغر ريتشارد ونيكول داروين اتأثر إن هما رجعوا أطفال، وده كمان يفسر ليه هو سمكة وعندها رجلين. وكمان فاكرين حلقة المفسد اللي كان جامبل وداروين عاوزين فيها فلوس علشان يروحوا فيلم؟ الغريب هنا ان داروين قال حاجة مش طبيعية، واللي هي قال ان هو عايز يروح ويجيب الميراث بتاع ابوه وامه البيولوجيين، يعني ابوه وامه الحقيقيين. فازاي هو عنده ميراث وريتشارد اخده من الشاحنة وهو طفل؟ فمعنى كده ان هو ممكن يكون قابل وهو صغير ابوه وامه الحقيقيين، او ممكن حاجة تانية اخطر شوية، واللي هي ان ريتشارد قابل ام داروين وقدر ياخد منها الهدية دي ويحتفظ بيها لما يكبر. وداروين لما كبر كان عارف ان الهدية دي من ابوه وام البيولوجيين. فنفسر بكده ان ريتشارد اتبنى داروين وهو طفل رضيع من ابوه وامه، واخده ورباه مع جامبل وانايس، وامه بقت نيكول وبقى واحد من العيلة. وكلنا طبعا شايفين الحب الكبير لداروين في الكرتون وعلاقته القوية بأخوه جامبل. ودي كانت نظريتي في الكرتون، ومستني تقولي رأيك في الكومنتات. وعلى فكرة لسه هنعرض حلقات كتير من الجوانب المظلمة من الكرتون. ودي كانت نهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. سلام.